فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامجكم هلا سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا برنامجكم اليومي الذي يجيب عن مختلف أسئلتكم الدينية وانشغالاتكم الفقهية. نسعد أيما سعد هذه الحلقة أن يرافقنا فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري، مجيبا ومتفاعلا مع كل ما تطرحونه من أسئلة وانشغالات فقهية وفي أمور الدنيا عامة. مرحبا بك دكتور. مرحبا. الله يبارك فيك. حديث الفتنة، ما معنى الفتنة؟ ولماذا حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الفتن في واقع الناس هذا؟ كيف على المسلم أن يتجنب الدخول في الفتن؟ كيف على المسلم أن يكون عندما تحل به فتنة؟ أسئلة يطرحها المسلم اليوم يحتاج أن يفقهها، خاصة في معنى الفتنة والتحذير منها في الإسلام. نعيش في مثل هذه الأيام أحداث مختلفة في عموم العالم الإسلامي والعربي تجعل الواحد منا يطرح أسئلته أين هو في عموم هذا الحراك، يسأل عن نفسه وعن دينه عله يكون واقفا في المكان المناسب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك مشاهدينا الكرام، هذه الحلقات المتواليات سنتحدث حديث الفتنة، وسنتعلم ما هي الفتنة وكيف يمكن أن نتجنبها. دكتور سعيد، مرحبا بك. مرحبا. الله يبارك فيك. كثيرا ما يحدث خلاف أو حراك أو شيء ما في أمور المسلمين، خاصة عندما يتعلق بعموم تجمعاتهم العامة وعموم انتماءاتهم المختلفة، فيقول أن الذي حل بالأمة الفلانية إنما هو فتنة. ما هي الفتنة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذرنا الله عز وجل من الفتن، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن. فمن الآيات التي تتحدث عن الفتن قول سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، إبرازا لخطورة الفتنة. فإذا حصلت الفتنة، ما معنى الفتنة؟ الفتنة نزاع بين اثنين أو أكثر، بين جماعات، بين قبائل، بين عشائر، بين حاكم ومحكوم. هذا النزاع، هذا الصراع، إذا لم يرجع المتخاصمون إلى مراجع معينة للاهتداء بها، إذا لم يعد هؤلاء إلى معالم يستنيرون بها، كل يعمل وفق هواه ومشتهاه دون نظر إلى العواقب، دون التزام بالضوابط الشرعية الضابطة لحركة الفرد والجماعات، فإذا غابت هذه المعالم، وإذا تمرد الإنسان من تلك الضوابط، وإذا ابتعد عن تلك المراجع وعمل وفق هواه ومشتهاه دون نظر إلى النتائج التي تترتب عن تلك السلوكات، تحصل الفتنة يقينا. ليس عيبا أن يحصل النزاع أخي أحمد في أي مستوى من المستويات. قد يموت شخص ويترك ورثته أولاده، صحيح. يعني هم إخوة أشقاء من أب وأم، ولكن مع ذلك تحصل فتنة بيناتهم. طيب، قد يقول قائل: لماذا حصلت الفتنة؟ كانوا متحابين ولاو متخاصمين، كانوا متقاربين ولاو متباعدين، وممكن يستخدموا وسائل أخرى خطيرة كالعنف وكالقتل أو شيء من هذا القبيل. هذه فتنة. نطرح هذا السؤال، نقول: ما سبب هذه الفتنة؟ السبب أسباب كثيرة. من هذه الأسباب عدم العودة إلى شرع الله عز وجل،
عدم إلى العودة إلى هذه المراجع، وعلى رأسها شريعة الله عز وجل. لو راجع هؤلاء الورثة إلى شرع الله عز وجل لوزعوا الميراث فيما بينهم طبقا للفريضة الشرعية بلا نزاع أو صراع إطلاقا. ولكن إذا انفصلوا عن ذلك أو إذا أخرجوا الفريضة، يعني استخرجوا فريضة ولكن لم يلتزموا بها، دي مسألة في غاية الأهمية، لم يلتزموا بها عمليا ولم يرضوا بها نفسيا، حصلت الفتنة. قابيل وهابيل فتنة، عندهم خلاف، ما هو عيب يحصل خلاف بين الناس على الشركات، على التركات، على الحدود، حتى على الكلمة. شخص يقول كلمة الواحد آخر وواحد يفهمها بشكل معين يستقبلها بطريقة سلبية فتحصل الفتنة. قابيل وهابيل هذا أول نزاع حصل في فوق هذه البسيطة. القرآن الكريم يحكي هذه الحكاية. هابيل واش قال الخوه قابيل؟ قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. والخوف من الله عز وجل هو وازع قوي، هو عاصم من القواصم. قالوا إني أخاف الله رب العالمين. ولكن قابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، إلى آخر القصة كما ترويها الآيات القرآنية. لذلك يقال أنه كل جريمة قتل تحصل في هذه الدنيا قابيل يتحمل نصيبا من الإثم، لأنه أول من بدأ يعني في القتل، وأول جريمة حصلت كانت من قبل قابيل قاتلا لأخيه شقيقه هابيل. تحصل الفتنة بين الحاكم والمحكوم، يحصل خلاف، يحصل صراع. فإذا لم تكن هناك مراجع شرعية بالدرجة الأولى، ثم مراجع قانونية دستورية بالدرجة الثانية، فالكل يعلم بالنسبة لدارس القانون كان ما يسمى بمبدأ الشرعية. مبدأ الشرعية هذه يأتي في القمة الدستور اللي هو أعلى القوانين ويسمى أبو القوانين، ثم تأتي بعده القوانين المختلفة والمعاهدات المختلفة إلى آخره. فإذا انفصل الحاكم أو المحكوم عن هذه المراجع وعمل وفق هواه ووفق مشتهاه تحصل الفتنة، والفتنة أشد من القتل. وقد يحصل خلاف بين اثنين في مسألة فقهية داخل المسجد أو خارج المسجد أو في أي مكان في أي موضع، ولكن أحدهم لا يلتزم بهذه المراجع يجتهد في نقل ذلك الصراع من دائرة الفكر والعقل إلى دائرة القلب، وربما يترجمه عمليا بسلوك عنيف. صار خلاف فقهي، واحد يعتمد رأيا فقهيا معين، ونحن دائما نذكر السادة المشاهدين بهذه المسائل، كاين مسائل فيها خلاف فقهي، أحدهم يتبنى رأيا فقهيا معينا والآخر يلغيه تماما، يتبنى رأيا مخالفا ويقول له بالسيف عليك تتبع رأيي. هاي بدأت الفتنة. صدر الشريعة يسع، لماذا تضيق صدورنا؟ بارك الله فيك. مسائل مهمة جدا، ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله وقدر. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لأن الفتنة إذا كان شخص أيقظها، وهذه تحصل في بعض القرى وفي بعض المداشر وبعض المدن، يكون نزاع أو صراع قديم جدا بين جماعتين، بين قبيلتين، بين اثنين، ولكن بعد سنوات طويلة جدا يأتي أحدهم فيسعى إلى إحياء الفتنة، يذكر الخلف بنزاع السلف، يقول لهم جدي مع جدك كان عندهم مشكلة قديمة، الآن أروح نحيوها من جديد. أحيا فتنة، يريد من يعمل على إخفاء الفتنة، من يلطف الأجواء، من يرقق القلوب، من يستميل قلوب الناس إلى هدي الله عز وجل وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونريد في النهاية أن نلتزم بشرع الله عز وجل وبهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند كل نزاع، وهو المخرج. أكتفي بهذا وأختم كلمتي بقول الله عز وجل في سورة النساء في الآية 65، حيث يقول ربنا سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون، نفي كمال الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مع القرآن الكريم لا ينكر على البشر الشجار، عادي
يختلفوا يتشاجروا في داخل الإدارات وداخل الشركات وفي الأسر وفي الحومات وفي أي مكان. ولكن الشيء اللي مرفوض هو أن الإنسان في هذا الوقت يقول لك ما نقبل والو، ندير رأيي وأنا راجل وأنا كذا وأنا. هذه الكلمات الحقيقة اللي تخلي الإنسان يتمرد على هذه المراجع. أكمل الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أخي أحمد، قد يلتزم شخص معين بحكم شرعي، يقول لك معليش نطبق هذا الحكم، ولكن كما يقولوا ماهوش بقناعة، صحيح، ماهوش راضي، ماهوش موافق، في قرارة نفسه رافض. هناك رفض، وإن لم يتحدث بلسانه ولكن نطق به بلسان حاله. صحيح. ولسان الحال أصدق من لسان المقال. لذلك ربنا قال دخل في العمق، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 3 شروط. الشرط الأول تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل شجار أو نزاع مهما كانت طبيعته. الشرط الثاني الرضا النفسي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث الالتزام التطبيقي أو تطبيق مقتضى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بكل رضا، والله ولي التوفيق. شكرا جزيلا دكتور سعيد بوزري وأحسن الله إليك. هذا حديث افتتحنا به عن حديث كما بين قوسين هذه الحلقة، حديث الفتنة، حتى نتعلم وحتى نتجنب وحتى نكون بحول الله على هدى من الله سبحانه وتعالى. شكرا على هذه المداخل الطيبة. قبل أن نبدأ إبراهيم والزملاء في استقبال المكالمات الهاتفية، لا بأس استبقينا بعضا من الأسئلة هناك. الحاج محمد أعتقد من قسنطينة يقول بأنه في كل عام يحج إلى بيت الله الحرام ما يقارب 3 ملايين و4 ملايين من الحاجين من الحجاج. 4 ملايين كلها تضحي الأضاحي وتذبح، ويقال بأن هذه الأضاحي تذهب إلى الفقراء في كل مكان. ولكنه قال نحن نطرح أسئلة إخواننا الصوماليين الذين لا زال الجوع يأكل فيهم ومنهم، ويقول أين تذهب أضاحينا إن كانت لا تصل إلى هؤلاء. هو يسأل سؤال وقلق المؤمن المسلم عن حال وذهاب ومآل أضحيته، لأنه حتى أستكمل لك السؤال شيخنا سعيد، يقول بأن الجزائريون قد درجوا على أن يدفعوا مبالغ مالية لجهات معينة هي التي تقوم بالذبح، وهو يستشعر بأن ذبحه هذا وهديه لم يصل إلى مكانه الذي يأمله. ما قولكم؟ أولا هذا القلق مشروع. الحاج محمد، أقول لك بكل وضوح إن قلقك مشروع ومن حقك أن تسأل، لذلك نفيدك بما نعلمه من جواب. أولا في قاعدة أذكرك بها، هي قاعدة رفع الحرج. رب سبحانه قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. سؤال مطروح عمليا: هل جميع الحجاج الذين دخلوا عن طريق القران أو عن طريق التمتع اللي عليهم الأضاحي، اللي عليهم الهدي، هل عندهم إمكانات وتسمح لهم الأوقات والظروف باش يروحوا بأنفسهم لشراء هذه الخرفان ثم يشرفون بأنفسهم على ذبحها؟ الجواب لا. هناك بعض الحجاج عندهم هذه القدرة، يروح هو يشري الكبش عادي ويروح للمكان تاع الذبح، يروح يشرف هو بنفسه عادي، ولا يشوف الناس اللي مختصين في هذا الأمر ويحضر بنفسه كيفاش الكبش نتاعو الهدي نتاعو يذبح أمامه. هذا أمر تحقق موجود، كل الناس اللي رايحين إلى بيت الحرام يعرفون ذلك أو معظمهم على الأقل. إذن بالنسبة هذا متاح للحجاج لكن ليس كل الحجاج. لذلك نأتي للنقطة الثانية: هل يجوز يعني الذبح عن طريق الوكالة؟ نقول لك من الناحية الشرعية يجوز الذبح عن طريق الوكالة، معنى توكل شخص أو جهة رسمية باش يتولى هذا الأمر نيابة عن الحاج المتمتع مثلا دخل الحج بنسك التمتع. إذن هذا من ناحية الشرعية أمر مشروع ما خرجت عن دائرة المشروعية. الأمر الثالث الذي نعرفه أيضا أن البعثات نتاع الحج يعني تشرف على هذا الأمر.
تعرف المصالح والجهات الرسمية المؤهلة من الناحية القانونية للقيام بهذه العملية. إذن فهذا الأمر أمر مشروع. مادام هو ما خرجناش من دائرة المشروعية، أنت تمد الدراهم هذوك يعطيوا لك يعني وصل بالدفع والسلام، ذمتك بريئة من الله سبحانه وتعالى. إذا في أسئلة نسبق في الأسئلة. أخت نسيمة ثم نعود إلى بعض التفاصيل دكتور. أختنا نسيمة من وهران، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صحة عيدك، صحة عيدكم. عيدك مبارك أخت نسيمة. مرحبا. عيدك صحة عيدك سيدنا الشيخ. أنا نسيمة. عيدك مبارك نسيمة، عرفت صوتك، بارك الله فيك. عيدك مبروك. صحيح. شو قلت لك سيدنا الشيخ؟ أنا من قلت لك ما تصوميش رمضان، هذا رمضان هذا ما الصوم، وبعد هذوك الأيام الحيض كليت سيمانة، ودوك اسكو نصومهم ولا نمدهم؟ نعم. أيوة واضح الانشغال. واضح. الله يبارك. بارك الله. مانيش عارفة، أنا خايفة زعما، وأنا مازال مع هذيك التقية، مازال زعما أنا هي. طيب يجاوبك الشيخ أخت نسيمة، بارك الله فيك. هيا الصحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت سهام البليدة، السلام على البليدة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي 3 أسئلة. تفضلي يا أخت سهام. سؤال الأول، ما حكم الشريعة في ما يسمى بالمثليين؟ نعم. يعني كمرأة ترغب بالزواج بامرأة أو طيب. فهمتني خويا؟ وما هو السؤال أخت سهام؟ ما حكم الشريعة فيما يسمى بالمثليين؟ والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني هو أخويا كان خاطب كشغل بالفاتحة برك، ومن بعد كشغل بطل، عيط لهم قال لهم بلي هاني بطلت. اسكو هذا هو كشغل خلاص فك القران ولا؟ لما نعيط للمخطوبة ولا لوالدها ولا لمن؟ كيفاه؟ عيط لمن؟ عيط للخطيبة نتاعو قالها بطلت ولا لباباها؟ ايه قالها بطلت. طيب وسؤالك الثالث؟ والسؤال الثالث، المصحف لازم نتوضا ووضوء الاصغر باش نقراو فيه ولا عفوا الوضوء الاكبر بس؟ طيب صحة، يعطيكم الصحة. بارك الله فيك، شكرا. نادية من أم البواقي إبراهيم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدة نادية. خويا صحة عيدكم. كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيكم. لدي خويا سؤالين. تفضلي سيدة نادية. السؤال الأول نحب نبدأ من سؤالكم، أيام التشريق متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أيوه. السؤال الثاني. الو نسمعك. السؤال الثاني خويا هو ان تعرف كنت في صلاة الظهر متوضية الوضوء، وبعد انتهاء الصلاة أكرمكم الله وجدت نجاسة في يدي ولم أكن أعلم بها من قبل. ترى هل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ السؤال الثالث. خلاص خويا، السلام عليكم. بارك الله فيك سيدة نادية، شكرا. الله يبارك فيك. طيب باقي شيء مما تحدثت فيه؟ تفضل شيخ. حاج محمد، بعد ما أجبناه عن الشق الأول من قلقه، الشق الثاني يقول مآل هذه الأضاحي هي وهذا الكباش والكثير الله يبارك ملايين كما قال، يعني هي رايحة فين؟ الذي نعلمه والله أعلم، وقد سألنا هذا السؤال يا الحاج محمد، يعني الجهات الرسمية قالوا هذه الأضاحي وهذه الكباش التي تذبح تذهب إلى الفقراء، إلى فقراء السعودية وإلى فقراء المسلمين، وإلى فقراء المسلمين، مع توفر جميع الوسائل، وسائل نتاع المحافظة على الحفظ، يعني للمحافظة والحفظ للحفاظ على هذه اللحوم لكي لا تفسد، إلى غاية وصولها إلى مستحقها من الفقراء والمساكين في العالم الإسلامي، خاصة في البلدان اللي فيها جوع، اللي فيها يعني فقر كبير. هل وصلت إلى الصومال أو لم تصل أو وصل جزء منها؟ هذه الله أعلم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيخنا سعيد، ربي يحفظك إن شاء الله. نبدأ أولا من انشغال الأخت نسيمة، تعرفها دكتور، تفضل. نعم،
أخت نسيمة مريضة، أعرف أنها مريضة جدا، ولكنها مؤمنة جدا والحمد لله رب العالمين. لا تزال تقاوم مرضها باستمرار وصابرة ومحتسبة لله عز وجل، ولكنها مجتهدة أيضا في عباداتها. معناها هي حريصة باش تلتزم بشريعة الله عز وجل في دقائق الأمور. فسبق أن أجبتها عن بعض الأسئلة وبعض الانشغالات، وإما قلت لها مرضك في الحقيقة لا يسمح بالصيام، يعني هذه رخصة أعطاها الشرع لك يا الأخت نسيمة. ذكرنا في البداية واحد الآية، ربك قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. ربي ما فرض علينا تكاليف ليعذبنا أو ليحملنا أكثر من طاقاتنا. ربي ما يكلفناش أكثر من طاقة نتاعنا. ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن الصيام. إذن يا الأخت نسيمة ما تتقلقي ولا شيء، أنت عندك رخص. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هناك قاعدة ذهبية مفادها إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. سبحان الله. قاعدة من ذهب، إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. معنى ربي سبحانه هو اللي يعطي الصحة، هذه هبة من الله عز وجل. إذا كان ربي سبحانه السلب يعني انتزع الصحة من أحدنا فيكون عاجزا عن الصيام، خلاص يولي ما يصومش ويفدي، يقدم الفدية اللي شرحناها مرارا، حوالي أقلها يعني 25 أو 30 دينار، 30 دينار عن كل يوم. إذا أطعمت فقيرا جا فطر ولا مديت له ماكلة من دارك خلاص نحيا ذاك اليوم. وإذا كان ما جاك ولا فقير ما مديت تحت الفقير دراهم يكفيو. الأموال حينما تقدم للفقراء والمساكين هذه تجزئ وتكون الذمة إن شاء الله بريئة. أما أنت تقولي ذلك أنا فطرت سمانة أسبوع فقط يعني هذه السنة، ذلك الآن نقول لك إذا أخذت بالرخصة خلاص قدمي هذه الأموال حوالي 30 دينار عن كل يوم. إذا كان 7 أيام 3 في 7 21 يعني 210 دينار تسلميها للفقراء والمساكين والسلام، هذا يجزي. ولكن إذا كان لمستي نفسك وأنت صاحبة عزيمة وهمة عالية أنك قادرة تصومي، ولكن بشرط أنه هذا الصوم ما يلزمش يؤدي إلى يعني مرض، إلى الاستمرار في المرض أو تعقد الحالة المرضية. لأنه إذا كان الصيام يؤدي إلى تعطيل المرض، معنى يتعطل أكثر يعني يدوم أكثر ويستمر أكثر، أو يكون عندك مضاعفات وأثار جانبية أخرى، يولي لا يجوز لك الصيام. خطر هذه ندخل في قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا كان أنت لمستي بنفسك القدرة والإمكانية وربما استشرت الطبيب وذلك أحسن، وشفتي بلي انت قادرة أقضي هذه الأيام السمانة هذه أقضيها ماشي هذه مر هذه، معناها أقضيها ماشي متتاليات متفرقات. ممكن في كل أسبوع تصومي نهار ولا نهارين ومن بعد تفطري وهكذا حتى تصومي كل هذه الأيام التي فطرت فيها في رمضان. أحسن الله إليك، شكرا جزيلا دكتور سعيد. انشغالات أختنا سهام البليدة، أخوها كان خاطبا بالفاتحة وقال راني بطلت لي المخطوبة، ما قولكم؟ نعم، أولا هي قالت أخي خاطب بالفاتحة. أختي سهام نصحح لك هذه المسألة، الخطبة وحدها والفاتحة وحدها. صحيح من الناحية العرفية أحيانا نخلطوا بيناتهم، ولكن لا الخطبة هذه وشن هي إجراء تمهيدي ويعتبر وعدا بالزواج. يعني خوك كي يروح لبابة الطفلة يقول جئتك خاطبا نخطب بنتك، وبابة الطفلة شاورها وموافقة، وبعدين باباه يقول موافقين، خلاص ما يحتاج لا إلى حضور الشهود ولا الإمام ولا الولي ولا شيء، يعني يكفي هذا. هذه تعتبر خطبة، ولكن هي مرحلة أولى تسبق عقد الزواج. أرضية. أيوة.
فبالتالي العدول في هذه المرحلة ما فيها والو. المهم يكون هناك عذر، خاطر كي نقول ما فيها والو ماشي معناتها واحد يولي سبيسياليست في الخطبة يخطب هذه ويخليها. وكاين ناس أخي أحمد يعني للأسف يعني يحتاجون إلى تقريع حقيقة، يحتاجون إلى تنبيه. يخطب ويخلي بالنسبة له نورمال. للأسف ذلك بعض الشباب يقول حاجة يقول لك نورمال يدخل الدار ويخطب الطفلة وبعد أيام يبعث لها SMS يقول أنا بطلت ويروح لواحدة أخرى لا، الخطبة وعد بالزواج، ولكن ما تنساش بلي هو وعد وهناك التزام. ربي سبحانه قال في القرآن الكريم في سورة قاف في الآية 18 قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما تنساش بلي ربي راه يسمع لك ويشوف سبحانه ويشوف يعلم السر وأخفى. إذا عندك عذر واضح كاين سبب باش تبطل بطل، وهي أيضا عندها حق تبطل ماشي غير انتايا. يعني ممكن الطفلة أيضا عندها حق تبطل إذا كان هناك سبب معقول مسوغ شرعي. نبهت إلى موضوع الخطبة. طيب أما الفاتحة هذه في العرف الجزائري ماذا السادة المشاهدين يسمعوها من دول أخرى ربما ما يفهموناش لو كان ما نشرحش هذه المسألة. عندهم كاين من يقراوا الفاتحة لا معنى لها، يقراوها عادي كيف يقراوها في الخطبة. حنايا لا حنايا العقد هذا هو العقد الشرعي. هو العقد الشرعي معناه كي يقراوا الفاتحة يقولوا للشيخ روح تقرأ الفاتحة فهم معنى روح ديرنا عقد. يجيوك يقول لك الأخ أحمد روح تحضر الفاتحة نتاعي فهمت الرسالة معنى هذا عقد زواج. نعم. يحضر الولي نتاع الطفلة ويحضر هذاك الزوج الشاب المراد تزويجه أو من ينوب عنه، يحضر الشهود وعندنا حتى الإمام يحضر. وبعدين بعد ما يتفاهموا يديروا الصيغة ما يسمى بالإيجاب والقبول، يتفاهموا كالشروط والمهر وكذا، يتفاهموا على كل شيء، يقرأوا الحمد لله رب العالمين الفاتحة بعد إبرام عقد الزواج. هذا عقد شرعي مرتب لجميع آثاره الشرعية. طيب واش بقى إذن بالنسبة للفاتحة؟ بقى غير هذاك التوثيق. والزواج واقعة مادية تحتاج إلى توثيق. يروحوا عند الموثق النوتير ولا يروحوا في البلدية باش يخرجوا عقد الزواج الكاغط. ولكن الزواج تم. درك نقول لك يا الأخت سهام بعد هذا البيان تقول أخي خاطب بالفاتحة وبعدين قال بطلت. فإذا كان في الخطبة وكلمة بطلت يعني ترتب آثارها معنى خلاص بطل الخطبة، معنى هذا الطفل يقدر أي واحد يجي يخطبها وهذا أمر جائز. أما إذا كان قرأ الفاتحة معنى تعتبر زوجة له نظر الشريعة. أيضا إذا قالها بطلت فنسأله ما المقصود نتاعك من كلمة بطلت. تسقسيها الأخت سهام قولوا يا خويا كي قلت بطلت واش تقصد طلق. إذا تقصد باللي معناه تفرق الزوجة نتاعك نهائيا طلاق فقد وقع الطلاق مرتبا لآثاره. ومدام العقد ماهوش مسجل هذه الكلمة كافية. يعني حتى ولو عبر الهاتف إما يقولها ليها تسمعها مباشرة ولا يقولها لبابها يقول بنتك خليتها بطلت هذا العقد فالطلاق قد وقع. بارك الله فيك دكتور شكرا جزيلا. المصحف وقراءة القرآن، المصحف بشكل عام لمسه بالوضوء الأصغر أم الأكبر؟ المصحف لا يمسه إلا المطهرون. يعني يمس الإنسان وهو متوضي الوضوء الأصغر. هناك بعض الخلافات الفقهية في هذه المسألة. ولكن الرأي الذي نختاره هو أن الإنسان ما يمسكش المصحف الشريف إلا وهو على وضوء أو على الأقل في البداية. خاطر كان بعض الناس اللي ما يقدرش يمسك الوضوء نتاع الوضوء الأصغر. أما الوضوء الأكبر لا، هذاك واجب لازم. إذا كان المرأة مضطرة ولا عندها طرق أخرى من هذه الطرق أنها تقرأ مما تحفظ. باش ما نقولوش المرأة كانت حائض تبقى 7 أيام 8 9 ما تقرأ والو وتنسى اللي كانت حافظاته، لا تقرأ مما تحفظ فليس في ذلك حرج. هناك حل آخر تمسك الكتاب نتاع التفسير، كتاب التفسير، لأنه كتاب التفسير ليس مصحفا. نعم. ماهوش نسخة ماشي النسخة وكي كتاب التفسير داول ربي سبحانه وتعالى كان. فبالتالي تقدر تمسكه وتقرأه بالتفسير بكل شيء فليس في ذلك حرج. ولكن الرأي الذي نختاره الأفضل الإنسان يعني يكون بالوضوء الأكبر طبعا وبالوضوء الأصغر أيضا. ولكن إذا كان من النوع اللي ما يقدرش يمسك الوضوء بزاف يتوضا الوضوء الأصغر ويبدأ يقرأ في المصحف الشريف. فإذا كان فسد له الوضوء لأنه عنده سلس البول أو سلس الريح أو شيء من القبيل فلا حرج عليه أن يستمر في قراءته. بارك الله فيك دكتور سعيد شكرا جزيلا.
إلى اتصالاتكم مجددا قبل أن نعود للأخت نادية من الأبواقي الإجابة. عندها السؤال الأول من الحكم المثلي. طيب سنعود إليه. أخت مليكة من فرنسا، السلام عليكم. أخت مليكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حبيت وصحة عيدكم. كل عام وأنت بخير سيدة مليكة. الله يسلمك. حبيت نبوزي لكم واحد لا كيسيون. تفضلي. تاع بنت خالتي وي كانت تخدم هنايا في فرنسا، وجات يماها لهنا لفرنسا، كانت تعطي لها دراهم باش تشري لها دار. وي ومن بعد تمشي شرات لها الدار في الجزائر. قالت لها باللي ماشي نتاعك، ما تعطينيش دراهم هذوما تاع خدمه ديالي. ومن تما بنت خالتي خلاص سمحت لها. قالت لها مالتك في قلبها ما سمحت لهاش، مي بصح كي بداو يتداوسوا كامل قالت لها مالتك خلاص نسمح لك. ومن بعد كي باها هنايا عندها لا غوتريت وكامل، كي جات لهنايا قالت لها باللي ولا تقدري ترجعي لي دراهمي غير بشويه برك، ما عنديش انايا، ما حبيت ترجعهم لها. هذه المسؤولة الأولى. والثانية حبيت أنا جيت خطرة للبلاد، رحت في صحة شهداء شريت لي تابي للجامع تاع صحة شهداء. ما قدرتش ندخل الجامع، سقسيت واحد خارج من الجامع قلت له الإمام، قال لي الإمام ما يقدرش يجي. عطيتهم له وقلت له باش يديهم للناس باش يصلوا عليهم. وهذاك الانسان راح مشى ودا هذوك لي طابي ما على باليش، ولا دخلهم لداخل ولا حداهم لدارو. هذا هو المشكله. الله يبارك فيك. شكرا سيدة ملكة، واضح سؤالك إن شاء الله. بارك الله فيك. عمار الله يبارك على خير. في أمان الله. بارك الله فيك. عمار. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف أحوالكم يا أخي العزيز؟ صحة عيدكم. كل عام وأنت بخير أخي عمار. الله يبارك فيكم والله يجازيكم إن شاء الله. الله يبارك. عندي سؤالين يا أخي العزيز الفضيلة الشيخ. تفضل أخي عمار. السؤال الأول يا أخي، أنا صريح وأحب وأنصارح بالشيخ يجاوبني يعني، وندي الجواب في دماغي. أي سوا. عندي أختي ماكفة في مهاجرة بفرنسا، ما يقارب 36 سنة. الله يبارك. وتوفيت أمي في سنة 2001، وعندي 4 خواتات. أنا طلبت منهم شهادة الميلاد باش نخدم الفريضة نتاع الوالدة رحمه الله. وإذ قدمت هي قالت لي أنا الزيادة تاعي غالطة. قلت لها صلحي كارت النيسون تاعك واعطيني نخدم الفريضة تاع الوالدة. لا علينا. وبقيت أختي هذه إلى سنة 2008 وهي تمشي بالزيادة نتاع ماهيش أمها الأصلية. وكررت معاها عدة مرات أمك راهي ماهيش هذه اللي دايرة الباسبور تاعك، أمك راهي خاطية، أمك متبنية أم أخرى. وإذ به في عيد الفطر المبارك اتصلت بها هاتفيا باش ما نقطعوش صلة الرحم، فقالت لي أنت كذاب وانا حاج بيت الله وهي حاجه بيت الله الحرام. في العيد الاضحى هذا قطعت الاتصال نهائيا منذ ان ذكرت لها قلت لها راكي متبنيه غير امك، حرام عليك. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني يا فضيله الشيخ لو سمحت، فيما يخص القبور عندنا بالناحيه الجنوبيه لسوق راس مدينه مقروش بالضبط، تزيين القبور. احنا يموت عندنا واحد بعد سمانه يروحوا يغطيوا القبر نتاعو ويجيبوا له فايونس من الطراز المليح، وقبور ثابته ترجع بروميير ايطاج، وقبور اخرى مدورين عليها بالباروداج. هل هذا في الشرع جائز ولا ماشي جائز؟ وبارك الله فيكم ووفقكم الله. بارك الله فيك خويا عمار، ونجاوبك ان شاء الله على سؤالك. شكرا جزيلا. نرجعوا لانشغال اختنا سهام البريده. الاول دكتور سعيد. نعم، حكم الزواج بين الاثنين من جنس واحد لا يجوز. هذه من مظاهر التفسخ. نوضح يعني للساده المشاهدين مش يعرفوا، موجود للاسف الشديد يعني خارج بلاد الاسلام وين راجل يتزوج براجل. فقهاؤنا العظام في تعريفهم لعقد الزواج قال هو عقد يبرم بين رجل وامرأة،
قد يتساءل أحد الناس يقول طبعا بين رجل وامرأة، ولكن هم دققوا في هذه المسألة لكي لا ينصرف الذهن أي إنسان إلى أمر آخر غير مباح. ولكن من مظاهر التفسخ في بلاد الغرب، طبعا لا ننكر ما في بلاد الغرب من خيرات ومن إيجابيات ومن حضارات، لا ننكر لقوله تعالى لا تبخسوا الناس أشياءهم، ولكن في هذا المجال الحيوي، في مجال العلاقات الإنسانية وفي أمر الزواج وبناء الأسر، يعني يحصل الكثير من ألوان التفسخ التي لا يتسع المقام للتفصيل فيها. منها هذه، وأحيانا يكون بمباركة بعض القساوسة ويحضر كأنه زواج مشروع إلى آخره. هذا زواج شاذ غير مشروع بجميع المقاييس النقلية والعقلية والأدبية. بارك الله فيك دكتور سعيد وأحسن الله إليك. أختنا نادية تسأل متى تبدأ أيام التشريق وهل تنتهي؟ متى تنتهي؟ يا الأخت العزيزة الأخت نادية من البواقي، نقول لك الآتي: في شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة وهو من أشهر الحرم ومن أشهر الحج، تحدثنا فيما سبق عن فضل الأيام الأول، العشر الأول من شهر ذي الحجة إلى آخره. يوم 8 من ذي الحجة، اليوم الثامن، هذاك اسمه يوم التروية. هذاك هو اليوم الأول من أعمال الحج. مع ذاك الحاج اللي يدخل مثلا بالتمتع، يدخل بالعمرة يعني، يلبس لباس تاعو عادي، ولكن في اليوم الثامن من ذي الحجة يرتدي لباس الإحرام ويأتي بالركن الأول اللي هو الإحرام، ويذهب إلى منى، يذهب إلى منى. إذن يوم الثامن من ذي الحجة هذاك اليوم الأول من أيام الحج. اللي بعده اللي هو يوم التاسع كما هذا السنة يوم الجمعة هو يوم الثامن. يوم السبت اللي هو يوم 9 من ذي الحجة هذاك هو يوم عرفة، يوم الوقوف بعرفة، وبينا أيضا فضله في وقته. اليوم العاشر من ذي الحجة، 10 ذي الحجة، هذا يوم العيد، عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر. طيب، وهو اليوم الثالث من أيام الحج، على أساس اليوم 8 يوم 1، يوم 9 اليوم الثاني للحج يكون في عرفة، واليوم الثالث اليوم يوم العاشر من ذي الحجة هو اليوم الثالث من أيام الحج. وقتاش تبدأ أيام التشريق؟ 11 12 13. يوم 11 ذي الحجة هو أول أيام التشريق. يوم 12 ذي الحجة هو اليوم الثاني من أيام التشريق. واليوم 13 من ذي الحجة هو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويومها تنتهي أيام التشريق. انتهت هذا العام. نعم. شكرا جزيلا شيخ، ربي يبارك فيك. مصل يصلي صلاة الظهر، قالت أنها صلت صلاة الظهر وجدت شيئا بعد هذا الصلاة، ما حكم صلاتها؟ بسيطة الأخت نادية. فإذا كان يعني لاحظت هذه النجاسة بعد الصلاة مباشرة وقبل فوات الوقت، قبل فوات الوقت ما عندك حتى حرج، معناتها تزيلين النجاسة وتعيدين الصلاة، واضحة. أما إذا كان اكتشفت هذه النجاسة بعد نهاية الوقت الضروري، ما هوش الوقت الاختياري، بعد نهاية الوقت الضروري، مثلا العصر، وقتاش فقتي صليت العصر، فقتي بعد أذان المغرب، خلاص بعد غروب الشمس، خلاص انتهى الوقت الضروري لصلاة العصر، لا تعيدين صلاتك. ممكن تقولي ما هو دليلك؟ دليلي في ذلك ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أنت ما عندكش علم. ورقم 2 النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أنت كنت في حالة في حالة غفلة، ما كنت تعلمين ذلك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل ترى أنت شفتي النجاسة ونويتي باش تصلي صلاة تاعك العصر مثلا وأنت بالنجاسة؟ فلا، ما أنت ما عرفتي هذا الشيء. ثم أنا يدخل في دائرة العفو. ليس شرط الإنسان كل ما يجي يصلي
يروح يدير روحه مش عارف يقول شوفوني برك، شوفوا البرنوس نتاعي وشوفوا كذا، يدير روحه في سكانير باش يشوف لا. أقول هالكلام وأنا أعي ما أقول أخي أحمد. بعض الناس عندهم الشك يجيهم من هذا الطريق. بارك الله. كل ما يروح يصلي كان يدخل في معركة لازم يعصر روحه في كل شيء، يدقق الأمور. لا تدقق، الإنسان يحتاط ولكن ما هو الشرط باش يدقق في هذه المسائل. يكون الإنسان يمشي تحت العمارة وطيح عليه قطرة ما يعرف، هو ممكن ثم إذا عنده شك يطلع يشوف البالكون تروازيم ولا كاتريم ايطاج، يطلع يقول لهم واش طاح منكم مش عارف ايه. لا، ما كلف الله عز وجل ذلك، ما كلفنا بذلك. فبالتالي إذا اكتشفتي هذه أو تعرفت على هذه النجاسة عقب الصلاة وقبل فوات الوقت الضروري عليك بإعادة الصلاة. أما إذا اكتشفت ذلك بعد نهاية الوقت الضروري فلا حرج عليك، ذمتك بريئة والصلاة صحيحة. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. إلى أختنا مليكة من فرنسا، ما يتعلق بمالها مال بنت خالتها اللي تسأل باسمها، عفوا مالها ومال أمها، ما قولكم فيه؟ الأم أعطت مالا لابنتها. البنت هي التي أعطت. البنت هي التي أعطت المال لأمها. طيب، هنا أولا لازم ننضبط بالضوابط الآتية. الأحكام الشرعية متعلقة بما نقوله من كلام. لذلك العلماء في قاعدة فقهية يقولوا إعمال الكلام أولى من إهماله. هذا رقم واحد، هذه مهمة جدا. وذكرت قبل حين الآية اللي قالها ربي في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كان مدة أموال بغرض التبرع الهبة خلاص نقول هبة صحيحة. إذا كان بغرض بناء مسكن لفائداتها خلاص لازم الطرف الآخر يلتزم بما أو ينفذ ما التزم به، عليه لازم التنفيذ. لا يجوز مخالفة متفق عليه. هذا عقد اتفاقي، لازم كل طرف ينفذ ما عليه من التزامات، ولا يجوز النكث، لا يجوز الإنكار. هذا هو الجواب اللي نقول بالنسبة لهذه المسألة. ثم تقول بعد إرجاع أموالها وكذا إلى آخره. هذا هو السؤال. أكمل السؤال. يتعلق أن أمها لم ترد لها هذا المال. أيوة. واعتبرتها أنها ما أعطتها والو إلى غير ذلك. هذه مشكلة. الآن نقول لك الحكم الشرعي، نقول لك النصيحة. الحكم الشرعي لازم هذه الأم ترجع المال إذا كان هذا المال لم يقدم لها على سبيل الهبة والتبرع، ماشي دوناسيون، ماشي تبرع. إذن هي ذمتها غير بريئة، مشغولة بهذا الدين. أيوة. لازم تنفذه، حتى ولو كانت تكون علاقة بين أفراد العائلة الواحدة. هذه رقم واحد. ولا من الناحية الشرعية هذا هو الحكم الشرعي. ولا يجوز شرعا النكران، لا يجوز الإنكار، لا يجوز يعني عدم الالتزام أو عدم تنفيذ هذا الالتزام. أما النصيحة هذه تسمى المعاملة بالفضل، لأن هناك معاملة بالعدل، هذا مستوى. كاين مستوى أرقى يسمى المعاملة بالفضل، معنى أنك تتفضلين على الوالدة وتقول معليش رغم أنك خالفتي ما اتفقنا عليه وما طبقتيش واش قلت لك واش اتفقنا عليه، ومع ذلك نسمح لك، فبالتالي ذلك أحسن تبرئة لذمة والدتها. الله يبارك فيك. هي السيدة مليكة هبطت لساحة الشهداء وشرات أمور للمسجد الكبير ربما هناك، ولكن ذهبت لأحدهم قال ما تقدريش تشوفي الإمام، فمدت له الأمانة تتمثل في سجادات متعلقة بالمسجد، وهي لما ذهب عقلها هل وصلت أمانتي أم لا؟ ما قولكم له؟ الأخت مليكة اطمئني أنت، إن شاء الله نيتك صافية بينك وبين رب سبحانه عز وجل. الحديث ذكرناه الآن: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صحيح المطلوب من كل إنسان يجتهد، صحيح، يعني المفروض إذا كان قال لك واحد برك، لأنه أصلا أنت تعرفي هذا الإنسان، مش أي واحد يكون بجوار المسجد معناه إنسان أمين، إنسان ثقة. لا، ليس شرطا. الإنسان عليه أن يحتاط، عليه أن يجتهد. تسألي تقول لي وراها الإمام، يقول لك ما تقدريش تشوفي الإمام،
نقول نشوف عضو من أعضاء اللجنة الدينية، ربما يطمئن قلبك لشخص كبير، يعني هذه الأمور ما نقدرش ندخل في التفاصيل. يعني الشخص اللي أنت مطمئن إليه قال ولدي هذه أمانة، هذه صدقة جارية، خذها ومدها للمسجد الفلاني باش الناس تصلي عليها وأنا ندي عليها أجر عند ربي سبحانه عز وجل. إذا المطلوب هو الاجتهاد بقدر الإمكان. أما أنك الآن درتي هذه العملية، قدمتي لهذا الإنسان أخذا بظاهر ما رأيت، المستي منه الخير والمستي منه الأمانة، قلت له بوضوح لطابي هذون أديهم للمسجد، ثم بعد ذلك ما تسأليش، ماشي مطلوب باش دير لونكات تبعي ودير تحقيق، خاطر إذا دير تحقيق نقول لك ما تمديش أصلا، مديته هو قال لك ما كانش حرج، أنا نوصله خلاص كان اتفاق وربي شاهد. انت قلت له هذا لي طابي نديهم الجامع، هو قال لك نديهم، انتهى الموضوع، ذمتك بريئة وربي تقبلها منك صدقة جارية، وإن شاء الله هو يكون خذاها إلى المسجد، حتى ولو لم تصل إلى المسجد فأجرك ثابت عند الله عز وجل. بارك الله فيك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ دكتور سعد البويزري. نجاوب أخونا عمار، لا زالت أسئلته لدينا، ولكن بعض الذين أيضا راسلونا من خلال كتاباتهم. كمال من تيزي وزو شيخنا سعيد يسأل: ما حكم قول المؤذن في آذان الفجر الصلاة خير من النوم، وهل يمكن لغير المؤذن أن يقيم الصلاة؟ كمال من تيزي وزو. نفيد الأخ كمال بما يلي، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال فإن كان صلاة الصبح، واش تقول يعني في الأذان الثاني هذاك، احنا عندنا الأذان تاع الصبح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أبو داود. إذن كي نسمعوا احنا الأذان في الأذان الصبح أذان الفجر، نسمعوا الإمام بعد حي على الفلاح يقول مرتين الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا حكمه الندب، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إذا كان الإمام ما قالهاش ما يقولش نعود الأذان، لا ما يقولش نعود الأذان، ما يقولش، اللهم إلا إذا كان هو يعلم أن الناس لما سمعوا صلاة من النوم ما يصلي صلاة الصبح يعود الأذان وليس في ذلك حرج. هل يمكن لغير المؤذن أن يقيم الصلاة؟ طبعا يندب، يعني حكمه الندب، يندب إقامة الصلاة من قبل المؤذن، معنى الذي رفع الأذان هو الذي يقيم للصلاة، معنى يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يقول قد قامت الصلاة الله أكبر إلى آخره، هذا حكمه الندب، يندب. ولكن إذا كان واحد آخر هو اللي أقام الصلاة، يعني أخي أحمد مثلا أنت تأذن وبعدين كي يجي وقت الصلاة أنا أقيم الصلاة، أيوة. هذا جائز، خلاص. هذا جائز. تقول لي الدليل، نقول لك حديث أخرجه أيضا الإمام ابن ماجه والإمام أبو داود، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز يعني أن يكون المقيم للصلاة غير المؤذن الذي رفع الأذان. بارك الله فيك شيخنا السعيد. دكتور هنا عمار من سوق هراس تحدث عن أخته التي لديها في شهادة ميلادها أما تدعى بها وهي غير أمها، ويتعلق الأمر أيضا بتقسيم الفريضة، وهو يعرف بأنها أخته حتى ولو اتخذت لنفسها أما غير أمها. في حديثه أين حكم الشرع في ما تفضل به؟ أخي عمار سأجيبك بحكم الشرع بدمت قلت أنا صريح وأكون معك أيضا صريحا جدا. الجواب: أختك مهاجرة بفرنسا منذ 36 سنة، وهي كما قلت تبنت أم أخرى، معناه الأم نتاعها مثلا اللي هي أمك، ولكن هي سجلوها لسبب من الأسباب على أم أخرى، مرأة أخرى. نقول هذا وضع لا يستقيم، لا يستقيم. فإذا حصل لظرف من الظروف لسبب من الأسباب يجب تصحيح الوضع، لازم يتصحح ما دامت على قيد الحياة. وأنا أتساءل يا عجبة 36 سنة في المهجر، يعني عندها وقت طويل باش تقدر تراجع وتصحح هذه المسألة، معناها تتحمل مسؤوليتها من ناحية الشرعية. طيب إذن هذا الجزء الأول من الجواب. ثم أنت قلت أنه توفيت أمي في 2001.
باش تدير الفريضة. وانت اجتهدت أخي عمار بارك الله فيك أنك اجتهدت باش يعني تدير كل هذه الإجراءات نتاع الفريضة، ولكن ما استطعت، لأنه من الشروط الأساسية لاستخراج الفريضة لازم إحضار وثائق الحياة المدنية. كي يجي واحد يقول هذه يما لازم يجيب وثيقة تبين، لازم البيان، لازم الدليل. فبالتالي إذن تبارك الله فيك على جهودك، ثم أنك اتصلت بها وحاولت معها ولكن هي رفضت. في الآخر قلت أنت راك تغافرها وتسلم عليها، واتصلت بها في العيد الفطر اللي فات، وبعدين قالت لك كلام ما يعجبش، قالت لك أنت كذاب وهالشيء من هذا القبيل. والله واش نقول لك يا أخي عمار، نقول لك واش قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. يعني إذا كان هي نكرة النسب فهي آثمة إلى يوم الدين. هذا ذنب كبير لا يجوز إنكار النسب مهما كانت الأسباب. والشرع الحكيم حريص جدا على صفاء الأنساب. المطلوب منها الآن دير إجراءات قانونية لتصحيح النسب. الأمر بسيط جدا، إذا كان باغي نساعدوها في هذا الأمر مستعدين نقدموا لها يد المساعدة من ناحية القانونية، نشرحوا لها الإجراءات القانونية بالتفصيل، وباش حتى تصحح الوضعية هذه يولي النسب نتاعها حقيقي كما يجب أن يكون. هذا الأمر الثاني أو الثالث. الأمر الآخر أنه فرض الآن هي بقت هكذا رافضة، أنصحك بالآتي، ديروا الفريضة، خرجوا الفريضة نتاعكم بلا ما تكون هي بلا ما تكون، خرجوا الفريضة. لماذا؟ تقولي لماذا؟ نقول لك لكي لا تتعطل المصالح، ما تبقاوش تستناوها الوقت تستناوها، لأن هناك ورثة آخرون ينتظرون من حقهم باش يأخذوا ميراثهم. ديروا الفريضة بلا ما تكون هي، ولكن من الناحية الشرعية كي ديروا الفريضة دخلوها ضمن الورثة، بمعنى تروح الموثق ما يديرها لكش، يقول لك أنا أعطيني وثيقة تثبت العلاقة بين هذه وتلك، بين المورثة التي ماتت وبين هذه الوارثة بين قوسين. ما كاش وثيقة، الموثق ما يديرها لكش، القاضي ما يديرها لكش. ولكن من الناحية الشرعية نقول لك بالجواز، نفتي لك بالجواز. نقول لك الآن تقول لي الأسماء درك ندير لك الفريضة على طول، نقول لك فلانة ماتت في 2001 وتركت كذا كذا كذا، وحتى هي نحسبوها في الفريضة، أعطوا لها نصيبها من المال. واش صح لها؟ أعطوا لها باش تبرؤوا ذمتكم أمام الله عز وجل، ما دمتم تعلمون علم اليقين أن هذه وارثة شرعية، وهذا هو المخرج بكل صراحة. بارك الله فيك، شكرا على الصراحة دكتور سعيد. بالنسبة للقبور وما يحصل فيها في منطقة هنا عمار، قال أنه يحدث فيها من البناء والارتفاع، ما قولكم شرعا وفقها؟ للأسف الشديد احنا فيه مثل باللغة الأمازيغية نقولها الشيخ أحمد، إذا كان قلبت الأمور نقول يغال قلمون صغارا. معنى حينما تنقلب الأمور، هذا القلمون هذا اللي بين الكتفين واحد يرجع لرجليه، معنى هذه علامة على انقلاب الأمور. أشكون اللي أولى بلافايونس من الطراز الرفيع؟ الحي ماهوش الميت. أشكون اللي أولى بالباروداج، هذه الحدايد، كل هذا تبذير لا يجوز شرعا يا أخي عمار. مادام تسأل حكم الشريعة هذا لا يجوز. يعني ربما اسمح لبعض الناس، يعني باباه ويماه كي يكونوا حيين بالك يحوس باش يقول له يا وليدي دير لي برك السيمانة هكذا، يعني باش نقعد ولا، ويرفض. النهار اللي يموت باباه ويماه يروح للمقبرة ويفتخر ويدير لافايونس ويدير الباروداج، وكاين منهم اسمح لي ياخذوا حيز كبير، يعني باش يدفنوا 3 ولا 4 ممكن هو يستأثروا بحيز كبير، وهذا لا يصح بأي حق. أذكر مرة في مقبرة من المقابر واحد العائلة قالوا لي احنا درنا لبابانا هذا الباروداج يعني قيس 6 ولا 7 الناس، وعنده حتى المفتاح باش يدخل. قالوا لي ما حكم الشريعة؟ قلت له المطلوب منكم يخص غير تجيبوا له بارابول هنا ويجيبوا هنا لي فوتاي والكراسي والتلفزيون وكذا إلى آخر. لماذا؟ هذه مقبرة، الميت يحتاج إلى قبر واحد، يحتاج إلى إن صح التعبير، ولتدفن والسلام. أما هذه الفايونس وكذا إلى آخره هذه يحتاجها الأحياء، يمدوها للأحياء، للفقراء، للمساكين، لليتامى، للمساجد، للزوايا، لدور العجزة، يمدوها لأي واحد من المستحقين
ذلك أولى وأرقى وأنقى وأفضل، والأجر يكون مضمون لأنه تبدها في سبيل الله عز وجل. أما هذا يعتبر لون من ألوان التبذير فهو لا يجوز. الله يبارك. طيب دكتور سامحني نزيد سؤال جزئي، أنه أحيانا بعض الظواهر الخاطئة تكون في المجتمع، لما أخويا عمار مثلا أو آخرين ينصحوا بهذا الطريق، الخوف أنه تقع بعض المماحكات في هذا السبيل. ما السبيل إلى الوصول إلى كلمة سواء بين الجميع، والأحياء هم اللي يستفيدوا من الفايانس؟ الله يفتح عليك يا أحمد، بارك الله فيك، سؤال مهم جدا. أنا حينما قلت هذا الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يجب أن يقال بكل وضوح وصراحة، ولكن في القضاء على هذه الأمور نحتاج إلى حكمة، نحتاج إلى حكمة. يعني إذا كان هذا أمر سائد في العرف في سوق هراس، يجي الأخ عمار مباشرة يهاجم كل المجتمع، ولم الشيخ سعيد قال، يقول الشيخ سعيد قال، فبالتالي ممكن هذه تولي فتنة. احنا اليوم تحدثنا عن حديث الفتنة والبقية غدا إن شاء الله. فبالتالي نقول ممكن تحدث فتنة، ولكن نصحك يا أخي عمار بأن تتصل بالأئمة مثلا، مدرسين إلى آخره، ويذكروا هذا في المساجد في الدروس، وكذلك يتجه إلى صناع القرار. وأعلم علم اليقين في القرى والمدن كاين صناع القرار، قال يا فلان لوجه الله تعالى اسأل واش يقول الشرع في هذا الموضوع، وربما هذا ما هوش مليح، مكروه ولا لا يجوز وشيء من القبيل، شوية شوية، على أساس أن البدعة إذا كان عمرها لسنوات يصعب استئصالها، يعني في لحظات أو بكلمات أو في فترة وجيزة. فننصح مع الحكم الشرعي، ننصح بالحكمة. بارك الله فيك. عبد الهادي من البويرة عنده ثلاث أسئلة في 3 دقائق. شيخنا، صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في سفر، وصلت إلى مقر سكني قبل غروب الشمس ساعة تقريبا، هل أعيد صلاة العصر؟ لا تعيد صلاة العصر. أنت كنت في سفر، في سفرين طبعا توفر في الشروط، لازم يكون أقل حاجة 80 كيلومتر، هذه شروط معروفة. وبعدين صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم رجعت لبلادك، رجعت المقر سكنك، وصلت إلى مقر سكنك بساعة أو أقل أو أكثر، لا يهم، أنت ما تعود صلاة العصر، أنك أديتها في الوقت اللي أديت صلاتك، يعني جمعا وقصرا، كان عندك الجواز الشرعي، فبالتالي إذن لا تعيد صلاة العصر. ما أركان صلاة الجنازة عبد الهادي بن البويرة؟ 5 أركان. الركن الأول هو النية، إنما الأعمال بالنيات. دير النية بلي راك تصلي ماشي الظهر ماشي العصر، تصلي صلاة الجنازة. الركن الثاني هو القيام. يقول اللهم إني نويت صلاة الجنازة. لا، في قلبه، النية محلها القلب. نعم. واللي عنده كذا وسواس لا يقدر يقول نويت صلاة الجنازة على فلان ابن فلان، لا حرج في ذلك، ولكن هذه خلاف الأولى. الأولى أن تكون النية في محلها في القلب، يعني محلها القلب. الركن الثاني هو القيام للقادر، اللي قادر يوقف، يعني اللي يصلي صلاة الجنازة يكون قائم واقف وليس جالسا، هذا القادر. أما العاجز فيجوز له ذلك. الشرط الثالث هو 4 تكبيرات. الركن الثالث 4 تكبيرات، 4 تكبيرات. بعد التكبير تقول الله أكبر، ترفع اليدين، وبعد ذلك ترفع. بعد كل تكبير يأتي الركن الرابع اللي هو الدعاء. الدعاء مطلق الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح، قال إذا صليتم على ميت فأخلصوا له الدعاء. حديث أبي هريرة أخرجه الإمامان ابن ماجه والإمام أبو داود. إذن أخلصوا له الدعاء. هذا الركن الرابع. والركن الخامس هو التسليم، تسليمة واحدة على اليمين. هل تصح صلاة الجنازة على ميت لا يصلي؟ تصح، لأنه قال لا إله إلا الله. بارك الله فيك. وقتها يصح باش نفصلوا، ربما غدا إن شاء الله يكون تفصيل ونجيب على علي إن شاء الله من عنابة. فقط أذكر مشاهدينا الكرام أن برنامج هلا سألوا السبت المقبل إن شاء الله سيكون فيه تغيير إن شاء الله، في إطار الاهتمام أكثر باتصالاتكم ورسائلكم المرسلة عبر البريد الإلكتروني، وأيضا المرسلة إلينا والكثيرة شكرا عبر البريد العادي. إن شاء الله دخلة جديدة يوم السبت انتظروها على 5 قناة القرآن الكريم. أنقل لكم مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا شيخنا الدكتور سعيد بوزري على هذا التواصل. أنقل لكم تحيات فريق التقني العامل هذه اللحظة بقيادة كمل حمزة كمال. غدا بحول الله لقاء جديد. السلام عليكم.